أهلا، أنا محمد صلاح ودي رسمة حياتي. دي قصة يعتبر خاصة لأن مش بنسمع كل يوم عن ولد ساب مصر وبقى لاعب كبير في أوروبا. اتولدت في بسيون، أصحابي بيقولوا لي يا مومو، ولو عايزين تقولوا لي يا مومو براحتكم. وأنا عندي 7 سنين بدأت ألعب كورة. أسفلت كان ملعبي وحواليا أسوار المدرسة القديمة والرصيف. كنا بنجري بسحب من التراب لغاية ما نفسنا يخلص والوقت يجري. في السن ده الجسم والصحة كانوا حاجة مش بتخلص. الكورة كانت لعبة بس بالنسبة لي، ما كانش حتى عندي أمل. جايز كانت مجرد إلهاء، لكنها كانت حلم بعيد. لما كبرت وبقى عندي 14 سنة فكرت إنها ممكن تبقى شغل. كنت بلعب لنادي بسيون، كنت بلعب باك شمال لابس قميص رقم 3. كانت شغلتي إن أطير في الوينج الشمال. نجاحاتي الأولى جت على حساب تضحيات من عيلتي، كان وقت صعب قوي عليهم. كنت بنزل الصبح بدري وارجع آخر الليل. كنت بركب 5 أتوبيسات علشان أوصل النادي. المواصلات في المكان ده ما كانتش أحسن حاجة. مصر مملكتي ومهدي، كل حاجة ابتدت فيها، حتى حبي للنجوم الكبار زي زيدان ورونالدو وتوتي. عشان يوصل مصر زي العالم احتراف الكورة ده معناه ان مفيش مستحيل. بعد تجربتي في المقاولين جات لي فرصة في أوروبا مع بازل السويسري. دي كانت القاعدة اللي جات منها فرصة تشيلسي اللي كانت النقطة الكبيرة بتاعتي. في انجلترا معرفتش افرض نفسي، لكن كانت تجربة لابد منها مع نادي كبير في دوري كبير زي البريمير ليج. ممكن اقول نفس الكلام عن فيورنتينا، كان وقت كويس جدا ليا، كونت فيه صداقات كتيرة موجودة لغاية دلوقتي. وطبعا ليا الشرف ان العب لمنتخب مصر، وعلم بلادي دايما ليه معزة كبيرة في قلبي. في صيف 2015 روما طلبوني. ليه اخترت روما؟ الإجابة بسيطة، عايز أكسب مع نادي كبير ومحبوب في بلدي، في بلد جميلة زي روما. مستحيل حد ما يحبش البلد دي، ومستحيل ما تعبش عشانها. مش محتاج أقول لكم قد إيه كنت حاسس بالإجهاد النفسي وأنا مش بلعب وبتفرج على الماتش من التلفزيون. خلوني أحكي لكم شوية عن هواياتي والحاجات اللي بحبها. بحب الأكل الإيطالي وبالذات الباستا بصوص الطماطم والرز. بقضي وقت فراغي مع عيلتي أو بتدرب على رياضتي المفضلة البلاي ستيشن. بس لازم أعترف بحاجة، صلاح في البلاي ستيشن أقوى من صلاح في الحقيقة. ناس كتير سألتني أنا ليه اخترت رقم 74 و11 في روما. أنا طول عمري بحب رقم 11 وكان متاح فاخترته. اخترت رقم 74 علشان ضحايا أحداث بورسعيد اللي ماتوا بعد أحداث عنف مؤسفة على الكرة المصرية. وعشان أبقى واضح، محدش قال لي البس الرقم ده. ده كانت حاجة أنا حاسس إن أنا عايز أعملها، وفعلا عملتها من قلبي. لكل واحد صغير وبيحلم يبقى لاعب كورة عايز أقولك القصة دي. دايما حس بقلبك، خليك مخلص لنفسك، خليك دايما واثق بقدراتك وأهدافك، علشان دي الطريقة الوحيدة اللي هتوصل لهم بيها. بس في الرحلة دي لازم دايما تحترم زمايلك وخصومك، احترم الناس كلها، احترم أصلهم واحترم دينهم وجنسيتهم. وأخيرا اوعى تبطل تحسن من نفسك. لو حد قالك انك بتجري بسرعة، اعمل حسابك انك بكرة توريله انك ممكن تجري أسرع. أنا محمد صلاح ودي رسمة حياتي.